السنة الجديدة قربت وعايزين نعمل ماسكات وعايزين نعمل صنفرة للجسم. اللي هيبقى سهران في اليوم دوت وعلشان خاطر عيد المسيحيين. وطبعا السنة ديت سنة بتبقى جديدة على الكل، وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. وإن شاء الله ربنا يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه في السنة الجديدة. أنا طبعا حبيت أفتح معاكم الأوردر دوت. الأوردر ده أنا طبعا أكيد انتوا عرفتوا خلاص إن أنا بجيب من صفحة تسليت المغربية. الأوردر ده عبارة عن حاجات للجسم، وهقول لكم الحاجات دي بتستخدم ازاي، واللي عايز يلحق بقى المنتجات دي يلحقها قبل رأس السنة علشان خاطر تبقوا منورين كده يوم رأس السنة، ودايما الجسم يبقى ريحته حلوة ورطب. وكمان بيستخدم كمان للبشرة، غير ان هو كمان انتي الليفة المغربية بتاعتهم الأصلية مش زي الليف المغربي اللي احنا بنشتريه. فطبعا انا هفتح معاكم الاوردر وهقول لكم مواصفات كل حاجه بالظبط بتستخدم ازاي، وان شاء الله تجيبوا الاوردر دوت. وعلى فكره حاجاتهم رخيصه جدا، وغير ان هي رخيصه حاجاتهم جميله. وطبعا عن تجربه وعن تجارب كتير، انا طبعا استخدمت كذا حاجه من الصفحه سواء للبشره او للشعر او للجسم. كل حاجاتي من هناك. فانا هفتح معاكم الاوردر وهقول لكم على المنتجات اللي موجوده في الاوردر ده. انا دلوقتي هقول لكم على المنتجات، واول منتج معانا اللي هو التين المغربي. طبعا التين المغربي اهي بيكتب لك الفوائد بتاعته، بتعمل ايه للبشره وللجسم، غير ان هو بيدي نضاره وبيخفف كمان البذور السوداء. تمام، بنستخدمه ازاي؟ طبعا هو زي ما انتم شايفينه كده، هو اصلا بيبقى لونه محمر كده من جوه شويه. تمام. احنا بنعمله ازاي؟ بتخلطيه مع ماء الورد، وبتحطي يعني ماء الورد بتاع تسليت اللي هو ده. تمام، ده الماء الورد بتاعهم المكتر بيبقى حلو جدا وبيبقى لونه احمر. ليه؟ عشان بيحطوا فيه العكر الفاسي. العكر الفاسي ده انا هقول لكم عليه اللي هو دوت، دي العلبه بتاعته اسمه العكر الفاسي. ده بيتحط، هو اصلا زي ما انتم شايفين هي بودره، هي عامله زي دم الغزال بس مش دم الغزال اللي احنا بنجيبه من عند العطار. هو بيبقى بودر كده، ممكن بقى تستخدميه لكذا حاجه. ممكن تستخدميه تنت، بتحطيه على كريم، أي كريم عندِك بتاع بشرة، وبتستخدميه تنت البشرة. أنا هاعمل لكم في مرة التنت بيستخدم إزاي للشفايف والبشرة من العكر الفاسي بتاع تسيليت. بيورد الخدود هو طبيعي 100%. وكمان بتستخدميه للرجل، يعني أنتِ بتجيبي أي كريم مرطب أو فازلين بتحطي عليه من العكر الفاسي ده طبعًا، يعني حاجة صغيرة منه عشان بيدّي احمرار جامد، وبتعملي بيه رجلِك وبتلبسي الشراب بتشوفي بقى رجلِك عاملة إزاي. تمام. فهُم بيحطوه على اللوشن وبيحطوه على ماء الورد، بيخلّي طبعًا الجسم حلو جدًا والبشرة حاجة كده وهم يعني. فإحنا هنستخدم التين المغربي إزاي؟ التين المغربي إحنا بنستخدمه مع مَيّة دافية وبنحط عليه ماء الورد. طبعًا مَيّة دافية، مش مَيّة سخنة عشان ما يكلكعش معانا، المَيّة تكون فِطرة. وبعد كده على حسب الشوية اللي أنتِ هتحطيهم لجسمِك، وبتقلبيهم وبتحطي عليهم ماء الورد. عايزة تحطي بقى عليه العكر الفاسي سِنّة منه عشان يحمّر لِك جسمِك ويبقى جسمِك محمِر كده ووردي، براحتك. بيستخدم للبشرة وبيستخدم للجسم. وبعد ما بينشف من على الجسم وعلى البشرة بنستخدم إيه؟ بتستخدمي الليفة المغربية بتاعتنا. حتى بُصّوا هتلاقي المنتجات كلّها لونها أحمر، نفس المنتج، عشان هو أصلًا المنتج بيتكلم عن العكر الفاسي، وهو أصلًا إيه اللي بيستخدموه في التين الأحمر، وبيستخدموه في الصابونة وفي ماء الورد وفي اللوشن الصابون البلدي المغربي بتاعنا. تمام. وفيه فوايد كتير جدًا، يعني العكر الفاسي ده ليه فوايد في الجسم جميلة، إن هو بيرطّب الجسم وبيحمّره وبيخلّي الجسم حلو جدًا. فأنتِ طبعًا لمّا بتحطيه على المواد اللي عندِك بتقشّريها. طبعًا ال التين دوّة لمّا بينشف بتمسكي الليفة المغربية بتاعتِك وبتقعدي تليّفي جسمِك بقى أكنِّك في حمام
مغربي بالضبط، أو في beauty center بيعملوا لِك كده. أنتِ بتعملي كل حاجة عندِك في البيت، وعلى الأقل أنتِ عارفة إيه الحاجات اللي بتتحط على جسمِك. والليفة تكون لوحدِك، ما يكونش حد 5000 واحد داخلين الحمام وخارجين، في أماكن بيستخدموا الحاجات دي، بس طبعًا حاجات إحنا ما نعرفش منتجاتها إيه، والليفة دي بتستخدم لكذا فرد والّا لأ. فأنتِ حاجاتِك موجودة في بيتِك بتستخدميها، بتنضفي بيها جسمِك، بشرتِك، بتعملي الحمام المغربي ليكِ في البيت. بتمسكي الليفة بتبليها طبعًا، تفضلي تفركي في جسمِك حركات دائرية، وبشرتِك حركات دائرية وبالراحة جدًا على بشرتِك عشان خاطر ما يحصلش فيها التهابات. أنا باعمل كده، وباحب أنضّف جدًا الليفة بيها بشرتي، بتنوّر الوش وبتفتح الوش. فأنتِ وأنتِ بتعملي حركات دائرية بالراحة، وادعكي جدًا بقى في جسمِك وافركي جسمِك بالليفة، هتلاقي بقى نعومة إيه وحمار، هتلاقي حاجة كده تحفة ووهم. فدي إحنا كده معانا التين الأحمر اللي أنا قُلت لكم عليه. أمّا الصابونة دي صابونة العِكر الفاسي. طبعًا مش عايزة أقول لكم إن دي بتبيض البشرة وبتعمل على التفتيح أهي، وبيزيل خلايا الجلد الميتة، وكمان بتستخدم كمان للمناطق الحساسة. حلوة جدًا، بس حاجات خارجية مش داخلية. تمام، فأنتِ بتستخدميها لبشرتِك، وبتستخدميها عايزة تخلّيها لبشرتِك ممكن، عايزة تستخدميها لمكان معين برضه، دي حاجة ترجع لِك. دي بتخلّي بقى بتشيل الجلد الميت، وبتنضّف سواء البشرة أو أي مكان تاني، بيفتّحها، وبيزيل أي شوايب من أي مكان أنتِ بتستخدميه. تمام، دي الصابونة بتاعتنا. أمّا بقى الصابون المغربي بتاعنا هاقول لكم بقى بيستخدم إزاي وبيعمل إيه في الجسم. أنا فتحت لكم أهي العلبة دي الحمام المغربي أهو، اسمه الياقوت. ده صابون مغربي بالعطر الفاسي. طبعا كل حاجة مكتوب عليها طريقة الاستعمال. دي طريقة الاستعمال بتاعتها، بتحطيها على جسمك، بس قبل ما بتحطي الصابون على جسمك، هاتي أي طبق وخليه مخصص عندك للمكونات ديت. هاتي طبق، خدي منه. هو بصي هو تقيل ازاي، فانت بتاخدي منه حوالي معلقتين او 3. تمام، وهتحطي دي اسمها تبريمة المغاربة. دي بتبقى زي بودر كده، ده طبعا بتحط مع الصابون. مش عايزة اقول لكم التبريمة ديت مع الصابون بيخلي الجسم عامل ازاي، وهم. يعني مهما اقول لكم من هنا لبكرة يعني. المنتج ده حلو جدا، ونازل بقى منه يعني بالعكر الفاسي، ونازل منه يعني انواع كتير. بس أنا استخدمت المنتجات، والمنتج دوّة أنا قُلت لازم أستخدمه، عشان أنا استخدمت بالنيلة الزرقا، وكان برضه حاجة جميلة جدًا. فأنا طبعًا لمّا جِبت ده قُلت لازم أجرّب التبريمة ديّة. دي تاخدي منه معلقتين كبار مع 3 معالق كبار من الصابون. ده صابون مغربي، صابون، بس صابون بقى اللي هو بتاعهم، صابون المغاربة بتاع تنضيف الجسم. فدي حاجة ما لهاش دعوة بالصابون اللي إحنا بنغسل بيه وشنا. فأنتِ بتاخدي 3 معالق من دول مع معلقتين كبار، بتحطي الطبق ده، بتعملي له حمام بخار. يعني بتحطي أي حاجة على النار، حلة فيها مَيّة أو طاسة، وبتحطي الطبق ده، وبتحطي التبريمة مع الصابون، وبتقلبيهم لحد ما يندمجوا مع بعض، وتبتدي إن أنتِ تحطي على جسمِك كله. وما تخلّيش حتّة في جسمِك غير لمّا تعمليها. ولو عايزة تحطّيه على بشرتِك برضه حطّيه على بشرتِك، ما فيش أي مشكلة. وأول ما يبتدي إن هو ينشف معاكِ، هتحطّي برضه، هتفضلي تستخدمي الليفة المغربية في كل منتج، هتستخدمي الليفة المغربية. ينشف معاكِ، هتبلّي الليفة المغربية، وتفضلي تليّفي في جسمِك واحدة، واحدة. وهتلاقي بقى الصابون مع التبريمة ديّة، هتلاقي بقى ريحة وجمال ونعومة. يعني بُصّي بتزفلط كده. وهتفضلي بقى تدعكي لحد ما الصابون ده هيرغي معاكِ، وتدعكي في الأماكن السودا اللي عندِك والأماكن الغامقة. عايزة تحطيه على بشرتِك برضه بيتحط على البشرة. جربوا المنتج ده، أنا مش عايزة أقول لكم بعد الشاور بعد ما بتخلصوا هيبقى جسمكم عامل إزاي.
إحنا خلّصنا كده التين المغربي بتاعنا الأحمر وخلّصنا الصابون. المفروض بقى إن أنتِ بعد ما بتخلّصي الحاجات دي بتنشّفي بقى جسمِك كويس جدًا، وبعد كده هنحط اللوشن بتاعنا اللي أنا عمري ما شُفت لوشن يعني حلو جدًا وجمال وريحة ونعومة، يعني لدرجة إن يعني اللي هيشوفِك يقول لِك أنتِ إيه الريحة دي، وحاطة إيه، يعني جوزِك هيندهش من يقول لِك إيه الريحة اللي أنتِ حاطاها ديّة وإيه النعومة ديّة، جرّبيها وهاقول لكم على اللوشن بتاعنا دلوقتي. طبعًا ده طبعًا ماء الورد، مَيّة الورد دي أنا باستخدمها بعد ما بانشّف جسمي خالص، بارُش على جسمي كُلّه وبشرتي ماء الورد، وبعد كده جسمي يهدى وابتدي إن أنا أحُط اللوشن. ده اللوشن بتاعنا body lotion بتاعنا، حاجة كده بُص يعني حمار وحلاوة، وده معمول بدم الغزال، ودم الغزال بتاعنا اللي أنا قُلت لكم عليه اللي هو العكر الفاسي اللي هو دوّة. ريحة بقى وجمال، وهاورّيكم التُقل بتاعه عامل إزاي. أهو، ده لونه من جوّه، أنا مش عايزة أقول لكم بقى الريحة بقى والجمال، أنا حطيت على إيدي أهو، شايفين الحمار؟ والله من اللوشن. حطيت نقطة بس، أنا حطيت يا دوب يعني نقطة بس من اللوشن، الريحة قلبت الدنيا. وبُص الحمار لمّا يكون جسمِك كده أحمر كده ووردي وإيديكِ وجسمِك كُلّه، تخيّلي بقى الريحة عاملة إزاي. وعلى فكرة بتستخدم للبشرة، تحمّري بيه خدودِك كده وبشرتِك، بتحطيها بالليل قبل ما تنامي أو عايزة الصبح، بس لو أنتِ طول الوقت أنتِ برّه أو علشان خاطر الصلاة والوضوء وكده، فأنتِ خلّيكِ بالليل بس الريحة بُص ونعومة وحمار، حاجة كده جميلة بصراحة. يا ريت تجرّبوا المنتج دوّة، وشكرًا لصفحة تساليت على المنتجات، أنتم كل يوم والتاني يعني أنا بانبهر بصراحة من المنتجات بتاعتكم وجمال المنتجات، عمري ما جرّبت منتج حلو أوي كده. متشكرة ليكم جدًا، وسَنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وسَنة سعيدة على صفحة تساليت، وإن شاء الله تبقوا المنتجات أحلى وأحلى وأحلى، ودايمًا تبهروني بالمنتجات بتاعتكم. عام سعيد عليكم، ويا رب إن شاء الله تحققوا كل اللي أنتم عايزينه، واتمنوا أمنيات حلوة كده يوم رأس السنة، وكل اللي ليه حاجة عند حد أو عايز حاجة من حد أو عايز حاجة من ربنا، ربنا إن شاء الله يستجيب ليكم ودعواتكم. حبوا بعض، والحب ده حاجة حلوة جدًا. حبّوا أولادكم، حبّوا بيتكم، حبّوا كل اللي حواليكم، بلاش حد يزعّل حد في السَنة الجديدة، اللي بيخاف على حد يحافظ عليه، وربنا يحفظ إخواتنا وأمهاتنا كلّهم، وعام سعيد عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد.